عليكم سعيد يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ بصوا يا حبايبي، انا بعمل هنا ايه؟ مربى فراوله. ماشي، مربى فراوله، دي مربى فراوله. انا ضربها في الخلاط نص ضربه، وحاطه فيها قطع برضو فراوله، مربى فراوله. وانا عملت لهم مربى التين اهو، مربى التين. عملت مربى التين اهي، عبيتها في البراطيم اهي. دي مربى التين اهي، عملت لهم مربى التين وبعمل مربى الفراوله اهو. عاملين ايه يا حبيبتي يا حبايبي؟ صباح جديد عليكم سعيد، اللهم امين يا رب العالمين. وحشني والله. ودي الفراوله بقى انا مغطيه عليها البوتاجاز خالص خالص، بس هي الفراوله يعني جايبينها مش حمرا جامد قوي، مش عارفه ليه يعني، بس مسكره. يعني هي مش حمرا جامد بس مسكره. فانا بعمل لهم الفراوله. دي الفراوله، دي الفراوله، ودي مربى التين. حتى دول باقيين اهم، احط لهم بقى ايه في السندوتشات في العشاء كده مع الكريمه، حاجه كده يعني تدي طاقه للاطفال للاولاد وهم قاعدين بيذاكروا كده المدرسه. ماشي يا حبايبي اهو. انا قلت بقى اعمل لهم بقى ايه، رحنا السوق النهارده جبنا حبه خضار وجبنا لهم تين، لقينا تين في السوق، عملت لهم تين وعملت لهم الفراوله. طبعا التين لفته وحطيته بالسكر. هو 2 كيلو تين. اخدنا منهم شويه، طبعا قول كيلو كيلو ونص. حطيت عليهم كيلو الا ربع سكر عشان ما يبقاش مسكر جامد قوي. ماشي. وحطيت عليهم فصين قرنفل وعود قرفه، وحطيت عليهم بقى قرب ما جاي تنشف يعني وتستوي. عصرت عليها ليمونه. ماشي، ليمونه وعصير بتاع ده سفندية، عصير سفندية، الميه بتاع السفندي مع الليمونه حطيتها، فبتديها ريحه حلوه، بتديها ريحه حلوه قوي مع فصين القرنفل. ماشي، وعود القرفه. وهنا برضو هعمل كده، هحط برضو عود قرفه في الفراوله، وقبل ما تتعمل بشويه برضو هحط عليها انا موطيه النار عليها خالص، وحط عليها دون كيلو فراوله، حط عليه يعني بتاع 600 جرام ولا 700 جرام سكر على الكيلو فراوله، 600 جرام سكر. ماشي يا حبايبي، ماشي يا حبايبي، عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني والله. لا اله الا الله. سلام عليكم.